خليك فاكر الموقف ده كويس. أول سؤال إنجليزي يتوجه لك ترد عليه بسهولة، من غير تفكير ومن غير أي توتر. وبعدها مباشرة لما يجي السؤال اللي بعده تحس إنك لازم تقف ثانية وتفكر قبل ما ترد. اللي بيحصل ده مش لأن السؤال صعب، ومش لأن الإنجليزي تقيل عليك. اللي بيحصل تحديدا إن بعد ما السؤال التاني يخلص وقبل ما الرد يطلع، دماغك تدخل تراقبك. طيب، خلينا نشوفها عملي. حد يقول لك How are you? ترد فورا. Just great. الرد طلع لوحده. بعدها على طول. What did you do? في اللحظة دي لو دخلت تفكر في الصح والغلط الإجابة هتتقل. طيب تعال نشوف لو رديت فورا من غير مراقبة. I go, I went to my friend. We watch movie. في غلطة؟ بس الكلام طلع. المهم مش إن الجملة تبقى كاملة، المهم إنك ما توقفش. ولما سبت الكلام يطلع بقى طبيعي تاني. خليني أقولها لك بوضوح. أنت ما اتلخبطتش وما نسيتش وما عندكش مشكلة لغة. المشكلة إنك بتحاول تراجع الرد قبل ما تقوله. والحل بسيط وواضح. بعد ما السؤال يخلص رد فورا. ما تراجعش، ما تظبطش، وما تنساش.